كان يا مكان في يوم من الأيام ظهر كتاب سحري عجيب في حديقة إياد وميان، ومعاهم أختهم الصغيرة ليان. ومن ساعتها بدأوا رحلات سحرية علشان يبقوا من الأبطال الصغار. يلا بينا نبدأ الحكاية. كان يوم جميل في الحديقة، لكن إياد قال كلمة مش حلوة لميان، وده خلاها تزعل. ساعات كلمة صغيرة ممكن تجرح اللي قدامنا، ولساننا محتاج دايماً يكون طيب. وأول ما إياد اعتذر حصلت حاجة غريبة. الكتاب السحري ظهر فجأة وبينور نور قوي، كأن السحر بيحب الناس اللي كلامهم حلو وقلوبهم طيبة. الكتاب فتح بوابة سحرية وخدهم لعالم غريب، وهناك قابلوا لونا اليونيكورن اللي أخدتهم يقابلوا بطل خارق علشان يتعلموا درس مهم. البطل قال لهم: اللي بيقول كلمة وحشة زي اللي بيرمي نار على قلب صاحبه، والكلام الحلو هو الدرع الحقيقي اللي بيخلي الناس تحبك وتحترمك. ولما إياد وميان وعدوا إنهم دايماً يقولوا كلام كويس، البطل إداهم نجمة ذهبية سحرية، ورجعوا الحديقة وقلبهم فرحان، لأن الكلمة الحلوة دايماً بتكسب. واو! إياد وميان وليان قدروا يكسبوا نجمة ذهبية جديدة، بس السر الكبير لسه مستني. تفتكروا إيه اللي هيحصل لما يجمعوا كل النجوم؟ استنونا في المغامرة الجاية من حكايات الميني هيروز، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة.